السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في الله. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وسعادة. اتمنى من حضراتكم كده الاشتراك معايا والمتابعة. يعني حابين نقول بس ان تعليق على مباراة النادي الاهلي و بشتوكا المكسيكي. يعني النادي الاهلي يا اخوانا محتاج باكين، محتاج باك يمين ومحتاج باك شمال. النادي الاهلي محتاج ان يجيب باك يمين وباك شمال، واللي هيجيبهم يلعبوا اساسيين. يعني انا جايب لعيبه اساسيه، اجيب لعيبه تلعب اساسي. يعني ما اجيبش باك يمين وشمال وفي الاخر احط اوكا باك شمال واحط محمد هاني واللعيبه اللي اجيبهم تقعد احتياطي. لا، النادي الاهلي محتاج ان يجيب لعيبه باك يمين باك شمال ويكونوا جايين يلعبوا اساسيين على الموجود. وثانيا ودي حاجه نقطه بقى ظهرت اول النهارده، النادي الاهلي محتاج يجيب مهاجم ويكون مصري، يكون معايا عشان وقت الزنقة ألاقيه، ولا أجندة دولية تمنعني ولا مباراة مش عارف ايه تمنعني. أنا أجيب مهاجم، ومفيش أفضل من محمد شريف يا أخوانا. محمد شريف هو عايز يرجع النادي الأهلي، مستني كلمة من النادي الأهلي. أجيب محمد شريف، مفيش أفضل منه. يعني انت لو قلت لي محمد شريف ولا أسامة فيصل، مع احترامي الكامل لأسامة فيصل، ده مهاجم شاب وممتاز، ولكن لا، محمد شريف مختلف عن اللي موجود. يعني وسام بيلعب بدماغه كويس وبيستلم كويس وبيروح على الجون كويس. جرادي شار نفس الفكرة، بيستلم كويس، بيروح على الأطراف شمال ويمين. يعني انت محمد شريف بيلعب لقدام. يعني انت اللعيب هو بيلعب مع آخر مدافع وبيتلعب له بينيات، وهو بياخد بسرعته وبيقطع وهوب جون. ده محمد شريف يا اخوان. احنا محتاجين محمد شريف، النادي الاهلي محتاج محمد شريف، وده ظهر قوي في الماتش ده. ويعني محتاجين باكات كويسين جدا. اهم حاجه في الباكين ان هم بيعرفوا يدافعوا كويس، يعني زي ما بيدافعوا زي ما بيهاجموا زي ما بيدافعوا، ويلعبوا اساسيين عشان النادي الاهلي يقدر ان شاء الله مع التيم اللي هو عامله ده يعني ياخد كل حاجه. هو انت عملت التدعيم على مستوى الهجوم كويس جدا، وعلى مستوى الدفاع لسه. وانا كنت شايف احمد رمضان يعني بسم الله ما شاء الله، وعنده ثبات كويس جدا في الدفاع. ولكن برضه لازم يا اخوانا الباكات لازم عشان تخش مع منظومة الدفاع. لو الباكات كويسين هيكشفوا اكتر واكتر الدفاع، انما طول ما الباكات تعبانين انا برضه مش هقدر اظلم حد في الدفاع. انت بتلعب احمد ابو الأوكا شمال، وهو ده راجل نص ملعب. يعني محمد هاني مالوش بديل تقريبا، يعني مع احترامي لعمر كمال برضه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا لكم.